قدمت إدارة نادي الترجي طلبا رسميا عبر الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى السلطات المعنية لمنح الجنسية التونسية للاعب الإيفواري فوسيني كوليبالي ليصبح لاعبا محليا بقائمة الفريق. ويعد كوليبالي ركيزة أساسية بخط وسط فريق باب سويقة وبرز بشكل لافت في تشكيلة الترجي منذ الموسم الماضي. ويفتح حصول كوليبالي على الجنسية التونسية الباب أمام انضمامه لصفوف المنتخب التونسي، في ظل تعبير اللاعب الإيفواري عن رغبته في المشاركة بمنافسات كأس العالم روسيا 2018. ويبقى القرار النهائي لضمه لقائمة نسور قرطاج من عيد بيد نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس. يذكر أن فوسيني كوليبالي 28 عاما بدأ مشواره مع الكرة التونسية عام 2013 عندما انضم إلى الاتحاد المنستيري، وبعدها بعام التحق بالترجي الرياضي، وبعد تجربة خاطفة في 2015 مع الملعب التونسي عاد مجدا إلى الترجي ليصبح من أبرز ركائزه الأساسية.